الأذان الأول الذي سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري كان أولا ليس في المسجد، كان يأمر رجلا أن يؤذن بالزوراء بالسوق، ليس في المسجد، يؤذن في السوق حتى يتنبه الناس أن وقت الجمعة قد قرب، فيذهبون ويغتسلون ويتهيئون للجمعة. وبالتالي نقول الأذان الأول لابد أن يكون بينه وبين الأذان الثاني وقت واسع، بحيث أن الإنسان يتمكن من التحضر لصلاة الجمعة. أما ما يفعل اليوم في المساجد للأسف، هم أرادوا أن يطبقوا سنة عثمان رضي الله عنه بالأذانين، لكن أخطأوا في الطريقة، يؤذن الأذان الأول ثم 5 دقائق يؤذن الأذان الثاني، هذا وقت قصير جدا. إذا أردت أن تفعل بهذه السنة فعليك أن تجعل بين الوقتين متسعا بحيث أن الناس يستطيعون أن يتجهزوا للصلاة. أما هذا الوقت يؤذن ثم 5 دقائق أو يصلون ركعتين ثم يؤذن أذان الصلاة أذان الوقت، هذا لا يكون قد فعل سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله أعلم. تفضل.